ضروري أن تنفق في أمور أخرى ضرورية مثل العشوائيات، والتي تحتاج إلى رصف وتحتاج إلى مياه وتحتاج إلى صرف صحي وتحتاج إلى تعليم. وأيضا المشاريع التعليمية في محافظة الإسكندرية تحتاج إلى دعم، والمشاريع الصحية تحتاج إلى دعم، وأمور كثيرة تحتاج إلى دعم. كان أولى بها هذه الأموال التي صرفت في هذه المشاريع. الأنفاق التي تم افتتاحها منذ 7 أشهر ثم يعاد تكسيرها ويعني ليعاد تجميلها مرة أخرى، وعلى سبيل المثال نفق عبد المنعم رياض في شارع قناة السويس، والتي تم يعني افتتاحه منذ 7 شهور بتكلفة 1,800,000 جنيه، يعني تم تكسير هذه الأيام ليعاد مرة أخرى بتكلفة ونفقات مرة أخرى. كان أولى كان أولى بالنفقات دي كلها أن توجه إلى رغيف العيش، والذي هو أزمة حقيقية لهذا المجتمع، والتي يعاني منه المجتمع السكندري أشد المعاناة. كان أولى بهذه النفقات أن توجه إلى مشاريع التعليم ومشاريع الصحة وما إلى ذلك. من يريد أو من يستطيع توجيه محافظ الإسكندرية على هذه الأعمال، إن لم يكن هناك مجلس شعبي محلي للمحافظة قادر على توجيه المحافظ للأعمال اللازمة لشعب الإسكندرية. من يحكم هذا الأداء إن لم يكن هناك مجالس محلية قادرة ومستوعبة لمتطلبات الشارع السكندري وللمواطن السكندري. ومن هذا المنطلق احنا يعني نوينا ان احنا ننزل ورافعين راية الإصلاح بوجوه تستطيع ان هي توجه فعلا مشاريع التنمية والإصلاح لمحافظة الإسكندرية، وتقف ضد المحافظ لتوجيه هذه الأموال إلى ما يصلح أو يصلح للمواطن السكندري وللشارع السكندري. الهدف الثاني اللي نزلنا بالمحليات، وهو أننا أردنا أن يعني نوجه للمجتمع نداء المشاركة السياسية، المشاركة المجتمعية، المشاركة الجادة بانتخابات تشريعية يديرها النظام ليحسن صورة النظام، إلا أننا نجد أن هذا النظام لا يريد إلا الإبقاء على الفساد الموجود في المحليات، أي أن هذا النظام غير جاد في مشاريع الإصلاح التي يعني يرفعها. وحسبهم أنهم رفعوا في يعني مؤتمرهم الأخير شعار بلدنا بتتقدم بينا، وأنا لم أرى أي تقدم كما لا يرى الشارع السكندري أي تقدم تحت هذا الشعار، فبلدنا بتتأخر بيهم. والدليل هذا الإهدار للمال العام، بيع الشركات اللي موجودة في الإسكندرية وعموما في جمهورية مصر العربية، لكن احنا بنتكلم عن الإسكندرية. آخرهم شركة اسكندرية لبيكربونات الصوديوم تسمى اسود الكربون اللي موجودة في الماكس، والشركة ديت اتباعت فعلا لمستثمر بلجيكي. الشركة ديت مساحتها 85 فدان. الشركة ديت أرباحها عام 2006-2007 16 مليون جنيه. الشركة دي لها ودائع في البنوك 42 مليون جنيه. هذه الشركة مستقرة ماليا وعماليا، عدد عمالها 1200 عامل. هذه الشركة بتنتج 60% من احتياجات السوق المصري من بيكربونات الصوديوم، والذي يغذي 42 صناعة مصرية، أي أن هذا النظام نتيجة لهذا البيع يسعى إلى احتكار هذه المادة للمستثمر البلجيكي، أي أن هذا النظام حيساهم في ارتفاع أسعار 42 سلعة من ضمن مكوناتها بيكربونات الصوديوم، أي أن هذا النظام نظام احتكاري لا يسعى إلا إلى الاحتكار. ولهذا فنحن رفعنا شعار نعم للإصلاح، ونستهدف بهذا الشعار إصلاح ما أفسده هذا النظام القابع على صدورنا منذ أكثر من يعني 26 عاما في حكم البلاد، والتي لم تتقدم خطوة إلى الأمام بل تتأخر خطوات وخطوات. يعني ولعل الجهاز المركزي للمحاسبات والذي كشف مخالفات كثيرة، ولعل الجهاز المركزي للمحاسبات والذي أقر في تقريره عن 2006-2007 أن الفساد في المحليات بلغ رصد 361 مليون جنيه في بند واحد فقط، اختلاسات وإهدار للمال العام في المحليات. ولهذا رفعنا شعار نعم للإصلاح، ونستهدف بهذا الشعار إصلاح
بلدنا الذي نعتز بها والذي سنظل أن نحبها ونعمل لها ونقدم كل الخير لها رغم كل هذا التضييق والاعتقالات المستمرة في صفوف الإخوان، والتي بلغت أكثر من 1500 معتقل على ذمة المحليات حتى الآن. ويتشدق النظام بحق المواطنة ويتشدق بالديمقراطية، ولا يوجد حق للمواطن ولا يوجد ديمقراطية في ظل هذا النظام الذي فشل في مواجهة التيارات السياسية، لفشله في إدارة أزمات المجتمع ولفشله في تقديم وجوه تستطيع المنافسة وتستطيع الحركة في الشارع السياسي المصري. ويعني نأسف للإطالة وأقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.